يعتبر شارع الثميري أقدم وأجمل شوارع الرياض، وسبب تسميته بهذا الاسم يعود لفترة الدولة السعودية الأولى على اسم حسن الثميري. الشارع تم تعبيده تقريبا في عهد الملك سعود عام 1375، وسمي حينها شارع الملك عبد العزيز، لكن مطلع عهد الملك فيصل عاد لمسماه القديم بعد تسمية شارع المطار باسم المؤسس. هذا على اليسار مسجد الأمارة، وهذا قصر المصمك. الترميم اللي صاير الأرضية اللي يخليك تفتح نفسك انك تمشي فيها، الأمور اللي قديمة وما زالت موجودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم وصباحكم ليلكم ونهاركم بكل خير. احنا في شارع الثميري قاعد نصور شيء وتاريخ وذكرى ماضي وحاجات جميله. خلي على السياره، وقف خلي السياره. رجع مشت السياره، خرب علينا الله يهديه. وين وصلنا؟ تكفى سام، خلينا نعيد المقدمه. تكفى لحظه، خلينا نلمع وجهي. بستم. يلا حلو، كم يلا ما بنخلص اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساءكم صباحكم ليلكم نهاركم كل خير. احنا في شارع الثميري، خير الكلام ما قل دل. لن اطيل في الكلام، خلينا نروح ونشوف الشارع ونعطيكم تفاصيل حلوه لها علاقه بالماضي وذكرى جميله وحاجات ما زالت اصيله وعتيقه. يلا الله. قرآن الفجر كان مشهودا. كل كوم والراديو هذا كوم ثاني. اشتهر سوق الثميري وجود السجاد وعزكم الله الأحذية، أيضا الجيكيتات والفروات، وكذلك التحف بشكل كبير. وأيضا قديما اشتهر أيضا ببيع الذهب. أنا بس ألقط أوريكم يعني وش الحاجات اللي سابقا كانوا يوزنون الخضار، اللحم، يحطون وزن معين هنا في الجهة هذه ويوزنون في المكان هذا. عاد والله يا كان فيها زرف. والله إلا من رحم الله. طبعا ساعة أول كانوا يشخصوا فيها الطنين، عرفت؟ طبعا هذا المكوى حق أيام زمان. الله، اللي عنده ذا زي ذا يعيش ملك. أهم شيء حرمتها لا تزعل منه، لأنه لا إرادي. تعرف المرأة عاطفية، إذا زعلت ترمي أي واحد بأي شيء. كم قد تفلق واحد، كم قد مات واحد. ترى فكرة هذه تحتاجها في أي مكان. بوصلة، شوف البيانات كلها موجودة. كم سعره هذا؟ هذا يجي آخر 80 ريال يجي. شوف الجناب اللي موجودة، هذا كله إيش؟ هذا يمني هذا ولا إيش؟ هذا يجي جساني، يمني، نجراني، كلهم. بوفية بندر عدن، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا هلا والله مرحبا. يا مرحبا، حياك الله. ما حد يقول لك تفضل وادخل المطعم الا هو واثق من نظافته، ولا اللي معاه بلاء يقول لك طلع برا. وش قاعد تسوي؟ انا اصلح خمير مع الحليب، مع شويه زيت وخمير وحليب. تقعد ترتاح؟ ايه عجين بايدك يديها لمدة كم؟ 3 ساعات. الخمير أكلة يمنية أصلا وفصلا وبكل تفاصيلها. اماكن يسموها زلابيا، وفي خمير مقصقص. أهل الحجاز يسمونها مقص. وصل، ما شاء الله تبارك الله. أنت إذا جبت لنا ذوق وضعك اعرف إنه وصل في مخي. حبتين بريال. مو الخبر يعني في شيء محدد جابك هنا معين؟ والله الفتة التمر عنده، الفتة بور، الخمير كمان مميز. طبعا انا جاي من الروضه والله. بالله جابك من روضة الخمير؟ ايوه والله. انت كل يوم هنا في المحل هذا؟ كل يوم هنا. الاحسن مطعم هذا ابو فيه. تفضل الصبح هنا الخمير هذا. كم الخمير؟ حبتين ريال. تتوقع يا عم اللي يدخل بندر عدن يطلع يروح يتزوج الثانية على طول؟ اولا يملي بطنه عيش، يروح يتزوج الثانية، يطرد من بلاده، يشقي على اولاده، يشتي يربيهم من ملابس، من اكل نظيف، من تعليم، ماش يخليهم بالشوارع زي الاغنام. ما انت من ارباب التعدد. والله لو تجيبها لي الحين وتجيب لي جنبها كيلو ذهب. هان خراب. اما راح تدالك 3 4 حريم، واحده ببيت اهله وواحده جالسه مستاجره له شقه بالسوق، استر حالك. هم زعم منها المكسب، هي حرمه. متى ما انتهى مثل الونيت لا التشليح. اقول لك يا عم والله. اما هذه طامه هذه. يعني انت محمل امانه. اما قالوا فلان اتزوج 3، فلان اتزوج 4، لما تتزوج وانت مثل العماره كلها غرف والحمام للجميع. هذا محل سجاد قديم طبعا، كله شغل يدوي حبيبي، صح؟ يقول في فرق في الصوف والحرير وكذا. يقول لي دائما البلوش يجيك لونه غامق، شغل ابره هذا يدوي. يقول حدود ايران وافغانستان. كل ما كانت الصناعه يدويه كل ما السجاد استمر معك وقت اطول، يعني ما تخاف عليه. لو تغسله من اليوم لبكره هو ما يتغير. اقل شيء كم سعر؟ اقل من 500 الى 20,000.
ها والله لا، والله لا تستحي على التراب. توقعون هذه القطعة كم سعرها؟ سعر ماكينة سيارة. والله العظيم اعذروني على مصطلحاتي، بس هذا المستوى اللي انا عارفه. يقول ب 6000 ريال. والله العظيم، لانهم يدركون حقيقة السجاد جاي من اكثر من دولة وله طريقته في الصناعة اليدوية، فلها حقا من المبلغ. وانا احترمك واحترم المحل صراحة، بس أنا لو تقول لي اشتري والله ما اشتري. عشان أنا ما في اشتري. يلا امشي هنا. يلا. العم عايد المري له 26 سنة ويجمع في المقتنيات هذه، ويجون الناس يجون نشتري من عنده من هنا. ها يتعبى البارود هنا ينحط، ها والسيخ هذا ينشال ممتاز وينحط داخل البارود وتسلك فيه لين يوصل لآخر حده، وتطلعه تعشق البارود وتطلق ممتاز وطق وانتهينا. صلى الله بارك. وش نوع الجنبيه هذه؟ هذا زراف يمني، وهذا الزراف قيمته 120,000. هذا عود كمبودي، خشب عود. كيف ليش شكله كذا الوان؟ هذا حفروا عليه اسماء الله الحسنى. اسد عندك هذا عاج. الغزال اللي شايف هذا كهرمان. هنا شوف المنطقه هذه في النص يستخرجون منها المسك. المنطقه هذه اللي هنا في الغزال تحت تحصل ناشب اللي يستخرجون منها المسك، هذا هو يقطعونها والمسك يطلعونه. انت استغربت صح يا سامة؟ سبحان الله فعلا يا جماعه. اللي له فتره ما شاف غزال ممكن يجي يشتري هذه، ها، ويروح البيت يحطها في راس اخوه يصير اخوه غزال. اللي يجي شارع ثميري اسالوا عن ابو ياسين، المحل ايش اسمه؟ بجوجل مكتوب الخالدي. الحين بنعيش تجربه معاكم من بدايه الخيط الابيض للعقال. صراحه ما قد عشتها ولا قد شفتها في حياتي، تجربه رائده. وش تسمى المرحله هذه يا ابو ياسين؟ هذا بدايه اول حشوه قطن. أيوه. طبقات، تجي طبقات العقال. يعني هذه شغله قدامكم يدويه. شوف كيف اللف. تعال كيف الواحد يعرف انه هذا مرعز او مو مرعز؟ المرعز الشعر الطبيعي منحرق بالولاعه. شوف الان شو قاعد يلف سامة؟ هذا طالبه 5 وربع، ما موجود 5 وربع غير على التفصيل. الطلبيه حسب الشخص، يعني اي شيء سماكه 5 وربع. وش الجلد اللي حط الجلد هذا ولا؟ الجلد مشان تنعيم، اذا في زوايد بسيطه ولا شيء. ايوه حلو ما شاء الله. شوف الخيط قاعد يلف الان على نفس العقال، خيط المرعز نفسه. شغله بسيطه، حتى المكاين بسيطه والشغله كلها طبيعيه. شوف اللفه. هي المرحله الاخيره، شوي شوي لسه في مراحل يعني كلها يدويه. قاعد تلف وانت كانك تلفه داخل لك لازم هي يعني تشطيبه. هلا هي ملفه زي هذه تكون اصغر. ايوه العقد هذول المرحله الاخيره. انت بتغطي اللي في الطرف بس. ايوه. كم لك في الصنعه؟ صار لي 42 سنه. طريزتها اذا كان حلوه هيك صغيره لازم يكون متناسقه مع العقال. شايف هالطريقه هذه هي لفته مشان تركيز للعقال. يعني هيك وزنية العقال بالكامل على الجهتين طبعا، مو جهه واحده. فاعطيهم السعر اللي يعني تشوف انه مناسب لك ومراعي. والله السعر بين 50 و60. في نوعيات متعبه وصل سعرها لل100. شكرا كرم لطفك انك يعني سمحت لنا ان نعيش الصنعه الحلوه هذه معك. ترى العادات والتقاليد والعرب يعتزون بالعقال. هذا مرض الماني، شهر تبري اصلي. هذا يمسك سماق ميتي اللي المرحله يدوي. هذا سعره 55. يلا بسم الله. وبعدين يلمعون لك. حتى العقال له اهتمام، لان العقال يعني تعرف في عاداتنا وتقاليدنا العقال لها قيمه. شوف الواحد يرفع عقاله كذا الدنيا تقوم وتولع، لانها هامة راسك، وشيء يعكس يعني تاريخ وثقافه. ومو بعضهم الحين كل ما راح لا ما ينزل عقالك ذا على الامور الشغلات اللي لها ثقلها. ما تقول تحذف لي بعقالك، لازم قيمه. خليك رجال. والله العظيم بعضهم والله خلى قسم بالله العقال شربه. اسمع وانا ابوك، خليك رجال ولك واللي عليك. والله الله ولا اوصيك والا انك تمد يدك على الحرام. امشي في اللي يرضي يلا، وما لك في اللف والدوران من ابوك. سمعت؟ خليك رجال بعدي يحب راس ابوه كافو. يلا يلا اذن روح صل. كيف الاداء؟ ها عندهم ما شاء الله تبارك الله. يعني انا ما قد شفت فروه صراحه بقبوع. والله دفيت الربع قسم بالله، خاصه بعد ما يعني نحفت. اول وانا سميه كان يدخلني البرد، يعني اذا انتهى الشتاء تو يوصلني البرد انا، عشان ما شاء الله الطبقات. الحين قسم بالله صرت ارتجف.
ياي شو عنده؟ والله العظيم الفرو ناعم ما شاء الله، وعنده احجام صغيره وكبيره، دلع ام العيال، مع ان اللون ذا صراحه يعني لون خوارذ. اعطيني بالمشرمح تقول هذه اخرها صدقني ما تحصل عند احد غيري. هذه يا طويل العمر والسلامة، هذه من دون طاقية 100 ريال نهايتها، طاقية 130 نهاية. البسها شوف البسها بس الحين انا رجال البسها مشكله بعدين يعني عيب يعني ما البس حق النساء خطا كذا. مع انها تدفي يا اخي بس برضو خطا والله ان جاء البرد انك تلبس تاخذ لك اي شيء. هذا بنات يقول النكشات اللي فيها كذا بارزه واضح ولا دي مرجل هذا شوف هذه 50 يقول وهذه 50 ولا حق الرجال هذه 170. الله النساء المفروض هي تدبل عليهم النساء، الرجال تحطها 170 مسكين هو اللي يكد ويتعب وحالته حاله. هذا الذي يعني يشيل ويحمل هم البيت ويسعى ويتعب وينكسر ويسكت على ألمه وتقول له 170. هذا اللي طلع انت لا تناصر الرجال. رسالتك لاي رجل يتعب ايش تقول له؟ ناخذ له انه رخيص، لانه رخيص، لانه هو رخيص وتبغى يموت رخيص. 150 خلاص 150 له 150 والله ما قصر معكم. هذا الشغل يعني في مصنعنا احنا ما تحصلها في السوق كامل. الظاهر هذا ضد المطر صح؟ يعني ما تدخل فيه. اي نعم اي هذه ميزه حلوه. 100 ريال نهايته. اخر شيء بسالك اياه وخليك واضح صريح معي، ترى سؤال محرج بشكل كبير لك واحتمال اذا ما جاوبت عليه انت متزوج؟ حلو، والسؤال محرج ولا اشك انك تقدر تجيب وانت على قدر المسؤوليه وانت ما تمثل نفسك، تمثل حتى قبيلتك كلها في ردك على هذا السؤال وانت رجل وشيخ ولد شيخ، لاني سالت كذا واحد ومحرج. لا السؤال يقول ممتاز، هل عندكم بشوت شتوي او لا؟ موجود. حلو. لا كفو هذا وبر صناعة السوري، هي سعره 300 ريال، الوطنية بتاع من 400 وانت طالع. الله هذا والله اللي يشوفه يتحمس، وده يلبسه كذا وعلى طول مباشرة ما يتردد في أي حاجة، يروح يصلي على طول. أنا أعرفكم اللي في التعليقات اللي أعرفهم أخويا المعفنين ذا اللي يبغون يورطوني، أبشركم لحد الآن أنا ثابت ما نمت إلا 5 مرات تحت الدرج. إحنا في محل روايع الماس يبيعون السبح، طبعا السبح لها قيمة ولها جودة، لها أهلها ويعرفون وش معنى السبحة اللي قدامي. أعطيني 3 أنواع على الهين. ارحب لبيك لا شريك لك لبيك يلا حيا لا اله الا الله انت سوعده وصار عبده. قلت لك والله محلو ما شاء الله منك هذا ما حطيت مكياج. الله يرفع قدرك. انت مشاكل انت، وش السالفه وش دي؟ هذه عصا طال عمرك اتوكل عليها وهو شويه على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. من متى تعرف شارع الثميري؟ والله يا اخي انا من صغري حقيقه وانا اعرف السوق، ودائما انا مرتدي السوق الحقيقه من فوق يمكن فوق ال 35 سنه. الوضع مثل ما هو ولا تغير؟ والله السوق ما شاء الله في تطورات يعني دائما والله الحمد. الثميري وسوق الزل يعني لا يمكن ان تاتيها الا في يمكن 3 أو 4 اشياء. اولا طال عمرك البشوت، ثانيا طال عمرك السبح والخواتم، ثالثا طال عمرك العود ودهن العود. هذا هو لب سوق العود والبشوت في المملكة، ما يمكن تجدها يعني في جودتها وفي أسعارها ومتناولها حقيقة إلا في هذا المكان. 4 نماذج موجودة الآن صح؟ إيه يعني متناول السعر ما بين 300 إلى 400. هذا اليسر البلدي هذا يستخرج من البحر الأحمر ومشغول بالفضة. الفاتوران بس هذا الصب الجديد وفي توفر على الصب القديم. ما عندك الكوك وميزته إنه تشرب بدهن عود ورد طايفي. دقيقة هذا اللي ينقعونه وتصير الريحة موجودة فيه؟ أيوة الخشب يمتص الدهن وردة طايفي. يعني هذا هو خشب نفسه؟ إيه هذا هو نفسه خشب. بنطلع لكم نوع إذا أخذته بتنبسط. يعني كأنه سبحة فخمة وكذا وحلوة، ومتناول السعر ما بين 35 إلى 30. أيوة حلو. هلا يا أبو عبد الله وشلونك؟ سددت الديون حولت ل1 مليون. هذا أنت ماشي خبر كذاب ما عيش. ما حد بيقعد يتبع وراك ولا عنده نص. أعزائي المشاهدين الكرام، ما أجمل تعيش تجربة جديدة في حياتك. أنت لازم دامك نحفت لازم تغير كل عاداتك. البس خاتم، خذ لك 7 ب10، عيش حياتك. أبغى أختار لي 7 مناسبة هذه. كيف مع الخاتم؟ هلا شلونكم؟ بيع لا تبيع، اقعد قم يمين يسار. كيف ساحر ذا. مشعوذ. وانت داخل المحل هنا تشم ريحه الجلد. الله يعزكم الزبريه، اذا شميت ريحه الجلد اعرف انها فعلا زبريه اصليه. اول زبريه سبحان الله العظيم تجيك يابسه ومع الزمن تمسح، واذا مسحت ممكن تصير زي الساطوره. يعني الضرب جد والله صدق. الان صاروا يحطون زي اللبات. بعطيكم الزبريه اللي كانوا يلبسونها ايام زمان. يا الله. طب هذه كم سعرها النهايه؟ اتركني من السعر هذا. انا دحين انت تتكلم تقريبا اني يتابع القناه فوق 260,000. سعر النهايه زباين المحل والعيونك انت 120 ريال. شوف عشان تعرفوا كيف راعاكم الرجال.
ميداليه. 5 ريال طبعا جلد. هذا النجدي. وش يميز النجدة عفوا بعد اذنك؟ هو عندنا يعتبر اقل درجه، ارضيته تكون شويه قاسيه. ايوه. جلده شوي شيء قاسي. ايوه. الحساوي جوده افضل، الارضيه مرتفعه. أيوة. جلدها لين، ارضيتها لينه. وين القصيميه؟ موجود هذا هو. جلدها الين من الحساوي. الحساويه او النجديه ما تحسها تنضج زي كذا. هذه المطوره اللي هي بعضهم يقول لك لا هذه قاسيه وما بلبسها عشان انها بتتعبني. سوينا لهم هذه اللي هي مبطنه، هو نفس الجلد بس يكون الارضيه الربل ومبطنه. هي اسعارها الان 120 ريال. هذا جلد الخيل، هذا عشان لكم الصوره. ما هو خيل اللي هو الخيل الاصيل العربي، لا عشان ما لكم الصوره. هو الخيل البريطاني او الهندي. الخيل العربي ما تحصله كذا ما يجيك مبقع كذا، يجيك اصيل. وش ناوي تشتري؟ ناوي اشتري فروه. فانت ناوي تاخذ قبوع ولا ساده؟ ساده اكيد. يا اخي انت من الدق القديم، ما انت من حقنا ايام زمان. ابو خالد اقول لك شيء، هلا دام مولودك مو في، خلينا ناخذ راحتنا انا وانت ان شاء الله. سواليف صراحه لايق عليك. الله يجزاك بالخير. وبعدين هديه ان شاء الله. عزام مشهدي فاصل. طيب ابو خالد جاي مع الولد، هو اللي حمسك انك تجي، انت ما كنت لكنيه. صحيح، وبشوف لي وبشوف لي اذا كان كذا. طيب من اللي بيدفع، انت ولا هو؟ طبعا هو بيدفع على حسابه ان شاء الله. سمعت ترى برجع لك. تقول ما عندي بفك وجهك ترى. مشروع تطوير مدينه الرياض وامانه الرياض مشكوره يعني المشاريع اللي قاعد تقدمها في هذه المنطقة والمناطق اللي حولها، نضع بعض اللمسات ونحافظ على التراث وترميمها كذلك. صراحة واجهة سياحية منظرها روعة، وحاطين شوف كراسي وش يزين منها زي اللوز، كراسي ولا أحسن منها، ورصيف وشغل إذا تعبت تجلس، ومنظر رائع. ومع هذا حافظوا على ايش؟ شوف بالله أسامة، صور بالله العمارة ذي أسامة، صورها، شوف العمارة اللي فوق، عمارة قديمة أتوقع عمرها فوق يمكن 50 60 70 سنة. والله ودي قسم بالله راح أخذ لي قهوة واجلس فوق قهوة في البلكونة. الحين أنا عندي شاشة أسود كذا ما في شغل، هذا يرمي زبالة خلاص؟ لا لازم نشوف، ممكن هو لمبات خربانة دي. يعني اللي يخرب شيء عنده شاشة لا يرميها. بس مكسور يرمي. لا والله هو في بزورة يرمي في أسود. يرمي. السلام عليكم. السلام عليكم. أعطاني من قاصرها. الإلكترونيات، مهولات، فيوزات، في باتريات، جملة هبة، كله فيه. يعني اذا خرب اي شيء الكتروني عندك لا تروح عند الوكاله يزرفونك، تعال هنا خذ لك قطعه وروح للواحد هنا، في عندهم واحد يركبها لكم الكتروني. يا جماعه بعض الاحيان يخرب عليك شيء الكتروني، مشكلته القطعه الصغيره هذه اللي موجوده في نفس الجهاز، يضحكون عليك 300 وهي ب 3 ريال. شغل مخك انت فكونا من الاسراف، اذا عندك فلوس حول على حسابي. هذه عوازل حراريه تركب سلك جوتها عشان تحميه من الحراره، سراديات صغيره كبيره اشكال والوان بلاش، طبعا سعرها اقل من سعر السوق، بالجمله يبيعونها لك. هذا من افضل البطاريات الشباب في القناه يستخدمونها عندنا. تصدقون هذه شحن تنشحن وتركبها 1000 مره تشحنها، هذه ممكن حقت الشحن، بدل ما تشتري وترمي وهي اوفر. اي شيء الكتروني خربان عليك في شارع الثميري في الخلف تحصل محلات الكترونيات، وفي مهندسين يصلحون لك يعني الشيء اللي تبغاه، لا تقول برميه. الطلاب يطلبون منهم مشاريع يسوونها، فعنده هنا موجود هذه شنطه تحتوي على جميع الامور اللي يقدر يركبها الطالب، وعندك كتالوج مثل ايش يعني هو ركب. ممكن نسوي ريبورت صغير هذا. ريبورت كم سعره هذا؟ هذه 80 ريال. والله يا بلاش. شوف لوحه جاهزه عنده، يجي الطالب يشتريها والقطع هو اللي يركبها بنفسه حتى تشتغل السياره. هذا دينمو يحرك لك الدنيا. كم سعره هذا؟ هذه 7 ريال. 7 ريال دينمو يا بلاش. تجي ويسوون عليه مشاريع، يحرك مروحه، يحرك شغلات، لا يسوون في مشاريع الطلبه. اللوح هذا يستخدم يحطون عليه مشاريع، بعض الطلاب يجيبون اللوح فاضي ويركبون فيه القطع الصغيره هذه على اساس انه يشغلون جهاز، يشغلون اي شيء الكتروني الى اخره. القطع هذه كلها متوفر عندهم. بالله وش شعوركم يا جماعه؟ قسم بالله كاني داخل حاره قديمه قبل تقريبا 40 50 سنه. اجزم من الاماكن هذه فوق 50 سنه عمرها وما زالت موجوده حتى الان. احس كذا انها حاره نظيفه. ودك تسوي فعاليه هنا. نتمنى نكون وفقنا في تغطيتنا لسوق الثميري في كل المجالات اللي موجوده فيه. هذا هو الزياده اليمين والشمال اللي حوله وحواليه. تعليقات، اشتراك، وش باقي؟ انا استحق لكم الشيء هذا، أنا تدخل في خشمي يعني. مع السلامه.